أهلا بكم مشاهدين في الحصاد الأمني في أبرز الأحداث التي تخص الأمن الوطني لهذا الأسبوع، والبداية بمدينة طنجة حيث تم إجهاض عملية للتهريب الذولي للمخدرات وحجز 890 كيلوغرام من مخدر الشيرة. أمن طنجة يوقف مواطن سويسري يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك لكونه مبحوث عنه بموجب أمر دولي في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين. القرطاس يولع بمدينة صفر في مواجهة شخص هائج كان يهدد سلامة المواطنين بالسلاح الأبيض. إلى فاس حيث تم توقيف سيدة 20 تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بنفس الجهة، وهذه المرة بمدينة مكناس حيث تم توقيف 16 شخصا معظمهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم بارتكاب أعمال للابتزاز والتهديد وارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات. نهاية الحصاد الأمني لهذا الأسبوع، نلتقي الأسبوع المقبل في حصاد أمني جديد. إلى اللقاء.